ازاي بقى الاس ام ايز او الشركات الصغيره والمتوسطه توصل للليفل ده؟ ايه البوتل نكس اللي هم ممكن يقابلوها؟ فخلينا ناخد اول بوتل نيك مثلا ممكن يقابلها شركه صغيره عشان توصل بس انها تبقى متوسطه. فخ التقليد. فخ التقليد مشكله، او زي ما بنقول مصيده التقليد. مشكله اس ام ايز كتير جدا جدا ان هو بيحاول يقلد شركات تانية او ما نجح مع شركات تانية بيحاول يقلده، ولكن ما عندوش نفس العضلات طبعا. فبالتالي بيفشل. يعني حضرتك النهارده لما تسال اي ستارت اب او اي حاجه عايز تعمل ايه، فتره من فترات يقول لك انا عايز اعمل زي اوبر. يبقى هو عايز يقلد اوبر، بس دي قصه نجاح في قصادها 100 محاوله ان هي تبقى اوبر وفشلت. فايه المميز عندك؟ يعني رقم واحد دايما بنقول في الفتره اللي طلع فيها مثلا شركات زي ديل وفيسبوك، كان في اباطره في السوق كبيره جدا زي اي بي ام زي مايكروسوفت. طب ازاي دول طلعوا؟ مين اللي سمح لهم ان هم يخشوا السوق؟ وجود التميز في اللي بيقدموه. يبقى دايما التميز في مثلا في حاله ديل محدش عمره باع بالتليفون اللابتوب. هو اول ناس باعوا اللابتوب، ولما دخلت الانترنت هم اول ناس باعوا بالانترنت. حتى اي بي ام كانت غفلاها. لما حاولت تريكفر وتخش فيها كان هو خلاص وصل للحته اللي هو عايزها. ازاي يعني؟ انت متخيل ازاي مثلا حاجه زي جوجل تطلع في وجود قلعه كبيره زي مايكروسوفت؟ غلطه من مايكروسوفت رهيبه ان هي سمحت ان ده يحدث في السوق، ولكن النتيجه لان جوجل ما كانتش داخله عشان تقلد مايكروسوفت، كانت داخله بحاجه مميزه جدا. فقدرت كل كيان كبير، كل شركه كبيره عندها نقطه ضعف. انت كشركه صغيره لازم تضرب في نقطه الضعف دي اللي هي تبقى نقطه قوتك.